السلام عليكم. بطولة التناقضات والعجب العجاب، قطر تنظم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم تنظيميا من دون منازع، وتحظى بإشادة كل من وصل إلى هنا وشاهد ما لم يشاهد في بطولات سابقة، ولكن على النقيض تماما. فالمنتخب القطري يقدم أسوأ أداء لمنتخب منظم ومستضيف للبطولة في التاريخ. المنتخب القطري يودع كأس العالم قطر 2022 من دور المجموعات لتكون المرة الثانية فقط في كل بطولات كأس العالم عبر التاريخ. يودع البلد المنظم من دور المجموعات. المرة الأولى كانت في جنوب أفريقيا 2010، والآن المرة الثانية قطر 2022. ومع ذلك جنوب افريقيا جمعت 4 نقاط ولم تخسر المباراة الافتتاحية امام المكسيك، بل تعادلت 1-1. وفي الجولة الثالثة والأخيرة حافظت ماء وجهها وانتصرت على المنتخب الفرنسي 2-1. ولكن ما يحصل مع قطر لم يسبق ان حصل لأي بلد سبق له ان نظم كأس العالم. خروج من دور المجموعات هي خلصناها، ولكن ان يخسر اول مباراتين لا، هي قوية. دخلنا التاريخ من باب ضيق ورقم قياسي سلبي للأسف، مع انه المنتخب القطري سجل اول هدف في تاريخه في بطولة كأس العالم في لقاء السنغال، وهذا الهدف سيبقى هو الهدف الأول حتى لو لعبت قطر بعد هالمونديال 20 مونديال. يبقى الهدف الأول في التاريخ له مكانته وقيمته وطعمه المختلف. وهذا الهدف كان من نصيب اللاعب المهاجم محمد مونتاري في شباك الحارس السنغالي إدوارد مندي. السنغال تهزم قطر 3-1. بطل أفريقيا يهزم بطل آسيا في ملعبه وفي بطولته. وما أخرج قطر من البطولة رسميا هو تعادل هولندا والإكوادور 1-1، ما منح كل فريق منهم 4 نقاط ليتقاسما الصدارة، ما يعني رسميا قطر تودع كأس العالم قطر 2022. خلينا نكون صريحين شوي، نجاح البطولة تنظيميا وإبهار العالم بهذا البلد أهم مليون مرة من أداء المنتخب القطري. لا أقول إنه الأمر كرويا مش مهم، بل هو مهم جدا، فالمنافسة أصلا كروية وعليها يقام كأس العالم، بس قياسا على نجاح التنظيم ولو وضعناهما في كفي ميزان فلا مقارنة على الإطلاق. خسر المنتخب فنيا وكرويا وربح تنظيميا، وما زال للإبهار بقية على مدار الأسابيع الثلاثة القادمة. ما يخفف علينا ألم الهزيمة والخروج هو ما يقدم باقي المنتخبات العربية حتى الآن. لم تهزم السعودية ولا تونس ولا المغرب في الجولة الأولى، وبإذن الله نسعد اليوم جميعا بتأهل السعودية للدور الثاني. عندي إحساس كبير إنه منتخب أو 2 من منتخباتنا العربية ستمضي للدور الثاني، وهذا أفضل تعويض لنا كعرب على مرارة الخروج القطري المبكر من البطولة. العرب الأربع لا يمثلوا أنفسهم في هذه البطولة. أنا شخص أحضر مباريات البطولة من قلب الملاعب، والله كل العرب خلف هاي المنتخبات الأربعة، كل أعلام الدول العربية أشاهدها في المدرجات، الكل جنب بعض والكتف بالكتف والهتاف والتشجيع كله لمنتخباتنا العربية. نعيش أجواء مونديالية رائعة هنا في قطر. ويبقى السؤال الأهم، هل يمكن لمنتخباتنا العربية إنها توصل لبعيد؟ ممكن نكمل؟ لا 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 لا. يقول لو تقدر ان نوصل بعيد، لو تفهم تدري ان فوزنا اكيد، وين نقض خيطنا بنصيد، الموضوع بسيط، المهم الكل صار قريب، البعيد مو بعيد هذا صحيح، حط ايدك بايدي قدام، روح نشجع فريقك قدام. يا جماعة مين كان متخيل إنه ممكن ندمج الراب بكرة القدم؟ بالراب جاوبناكم إنه بإذن الله ممكن فعلا منتخباتنا العربية إنها توصل بعيد. هذا بكسوف، وهو وفودافون عاملين أغاني راب خرافية عن كرة القدم، بتلاقوها في حساب فودافون قطر في تيك توك. إحقاقا للحق فودافون قطر جبارين وبيتعبوا على شغلهم، ولذلك متابعة حساباتهم ممتعة. حطيت لكم رابط التيك توك الخاص بفودافون قطر في الوصف وفي أول تعليق، روحوا استمتعوا وتعالوا اشكروني. طيب ما راح أجامل المنتخب القطري، عرفتوا عني الشفافية في الطرح والبعد عن المجاملات، أقسو على كل مقصر وأثني وأمدح وأشكر كل مبدع ومجتهد. والمنتخب القطري تسبب بحزن شديد خيم على نفوس محبيه في كل مكان. هذا المنتخب الذي أسعدنا كثيرا، وأنا أقول ما لهم وما عليهم. نعم كانوا أبطال آسيا 2019 وقطر كلها خرجت في استقبالهم، وشرفونا في بطولة الكأس الذهبية، وحتى في كوبا أمريكا بمقارعة عمالقة القارة. ولكن هذا المنتخب اللي لعب في كأس العالم هو نسخة مشوهة لا تمت بالصلة لتلك النسخ الجبارة. أول من سألوه هو المدرب الإسباني فيليكس سانشيز وطاقمه الفني الذي لم يهيئ المجموعة نفسيا لكأس العالم. واضح جدا أن المنتخب ضايع ذهنيا، كان لازمهم دورات مكثفة يتم الشرح لهم ما هو كأس العالم وكيف تعيش كأس العالم بأريحية دون ضغوط. وأظن والله تعالى أعلى وأعلم أني أنا أفضل من يقدم هاي الدورات. ما بعرف إذا في حدا بيحب كأس العالم مثلي، ما بعرف. إذا اللاعبين مش عارفين يتعاملوا مع كأس العالم، ثم المدرب يلام على أنه كيف سمح. ركزوا، أنا بلومه أنه سمح، يعني قد لا تكون فكرته، بس هو المفروض الأدرى. أقول يلام سانشيز كيف سمح بفكرة أخذ اللاعبين 40 يوم معسكر مغلق بعيد هناك في إسبانيا. ترى كأس العالم هون في قطر مش في إسبانيا. أنت وكأنك منتخب مشارك في البطولة مش البلد المنظم. الأصل تلعب هون على ملاعبك وتستعد لأجواء الدوحة وتستضيف أي منتخب متاح. ثم المنتخبات اللي لعب معها المنتخب القطري في معسكر، ومع احترامي الشديد إلها، أنتم عارفين شو هي؟ نيكاراغوا وغواتيمالا والهندوراس وبنما. نعم انتصر عليهم، بس بالله عليكم هي منتخبات تستعد فيها لكأس العالم وانت البلد المنظم؟ إذا كوستاريكا القادمة من نفس قارة هاي المنتخبات وقتلتهم في التصفيات أكلت 7 من إسبانيا في أول جولة. طيب أمر آخر، لاعب كرة القدم إذا افتقد لحساسية المباريات والتحدي يضعف. خذوا هاي الطامة، وهذه يتحملها الاتحاد
الاتحاد القطري والمدرب وكل من له يد فيها. لاعبو المنتخب القطري هم اقل منتخب في ال 32 منتخب المشاركه في البطوله لعبا للدقائق هذا الموسم. جاهزين تنصاعقوا من الرقم؟ لو جمعنا كل لاعبي المنتخب القطري ال 26 كلهم لعبوا ما مجموعه 2000 دقيقه فقط هذا الموسم. طيب لك ان تتخيل عزيزي المشاهد انه مجموع دقائق لاعبي المنتخب البرتغالي 30,000 دقيقه هذا الموسم. ابعدتهم عن المنافسه فقتلتهم. ليش لاعب المنتخب القطري فاقد التركيز وكثير الاخطاء؟ لانه بعيد عن التنافس. انا مش غشيم عن هؤلاء اللاعبين وبعرف مستوياتهم واحد وبعرف انه عندهم افضل من هيك بكثير، وهذا اللي بزعل انه مستواهم الطبيعي افضل من هيك. لو مستواهم خلقه من الله ضعيف لقلنا خلص لا حول ولا قوه، المكتوب بالقدر ما منه مهروب، هي امكانياتنا وجسمنا صغير وبدنا نتحمل، بس لا عندهم افضل من هيك، وبالدليل مستواهم تطور ما بين المباراه الاولى والمباراه الثانيه. اذا بالتنافس يرتفع المستوى، اللاعبين فنيا ونفسيا منهارين. المنتخب يلعب بخطه خرافيه اسمها يا رب ننجو، اللهم نجينا في كل هجمه، يا رب واحد من المدافعين يتالق وينقذنا، او حارس مرمى يكون اسد ويسترنا، يا رب غيري يحمل الغلطه عني. منتخب جاء ليدافع في هذا المونديال، واذا قرر يهجم هي ثواني، مجرد ثواني وتقطع الكره. فعليا الكره لا تمكث معهم اكثر من 3 أو 4 لمسات ثم تقطع. هذا غياب ذهني كبير. افضل لاعب في المنتخب اكرم عفيف صار ينزل لمنطقه قلبي الدفاع. ليش؟ عل وعسى يعرف يطلع بهجمه صحيحه توصل للامام. مش عارفين نبني هجمه، واذا صاروا بدانا هجمه، اول ما نوصل لمنطقه الخصم يبدا الاجتهاد والدعاء. راح احكي معلومه صادمه الان. قطر لعبت 90 دقيقه كامله ضد الاكوادور، لم تهدد مرمى الحارس جاليندز باي كره مؤطره ضمن الخشبات الثلاث، ولا كره واحد يحتاج جاليندز انه ينقذها. ثم بعد ال 90 دقيقه اضف 62 دقيقه من لقاء السنغال لنشاهد اول تهديد وفرصه حقيقيه وتدخل من حارس المرمى السنغالي ادوارد مندي لانقاذ كره المعز علي. يعني 152 دقيقه واكثر من 3 اشواط لتسدد قطر اول كره موجهه للمرمى. مصيبه هاي، رقم سلبي مخيف ومرعب. بس لحظه، عشان احقاق للحق وانزال الناس منازلهم، المنتخب القطري من الدقيقه 60 حتى الدقيقه 80 في لقاء السنغال ابان عن وجهه الحقيقي. 4 فرص تسجيل محققه وتالق اسطوري من حارس مرمى تشيلسي ادوارد مندي في الذود عن مرماه. شكله بده يكفر عن اخطائه الكارثيه في لقاء هولندا في الجوله الاولى. مندي بالمناسبه عمل افضل تصدي في البطوله حتى الان، وذلك في الدقيقه 67 من المباراه، وكان لكره اسماعيل محمد على خط المرمى كيف شالها على طريقتي والله، براعه وسرعه رد فعل خارقه. قطر هجمت بشكل فظيع وسددت واقتربت، بس انا برضو عندي لوم على المدرب كبير. طالما انت عاجز عن اختراق المنتخب السنغالي من العمق وجالس تعتمد الاطراف والاجنحه، فلماذا تاخر جدا باقحام محمد مونتاري العملاق بمتر و94 سنتيمتر هو القادر على مجاراة هؤلاء العمالقه في الهواء. راح نزله في الدقيقه 74 بعدها ب4 دقائق فقط. مونتاري يسجل من راسيه رائعه اول هدف في تاريخ قطر في كاس العالم. طيب بحث صوت واحنا بالنادي، نزل مونتاري هو الانسب للخصم السنغالي. احلى شيء برايي صار في المباراه هو انه لما سانشيز مدرب قطر نزل مونتاري للفوز وكسب الحوارات الهوائيه، مدرب السنغال اليو سيسي رد عليه على طول ونزل قلب دفاعه العملاق الهائل بابي سيسي اللي طوله متر 97 سنتيمتر. الفكره هي منع مونتاري من الفوز بالكرات الراسيه، ومن اول كره ملعوبه وحوار بينهم في الهواء بعد دقيقه واحده من نزول المدافع سيسي، كره عرضيه من اسماعيل محمد تخطط سيسي لتجد مونتاري اللي قنصها في شباك مندي. الحلو اني جالس في مقعدي بتابع الحرب بين اللاعبين وانتظر القادم. سيسي فشل في مهمته اللي اصلا نزل عشانها، ولكن بعدها بدقائق استمر المنتخب القطري في البحث عن مونتاري في منطقه الجزاء، وفجاه لعبوا له كره عرضيه خرافيه مثل الاولى بس من الجهه العكسيه هاي المره، وحلق في الاجواء بشكل مثالي وجهز حاله واخذ وضعيه الضرب والتوجيه، وفجاه شاهد ظل جبار فوق حجب الافق غطى الرؤيه تماما وكانه التنين فيجار عاد من جديد. سيسي تفوق هاي المره على مونتاري. هاي الاشياء يمكن ما بتلفت انتباهكم بس انا بركز فيها كثير. روعه حرب سيسي ومونتاري وتمنيتها الطول من اول 5 دقائق في المباراه. شفت اداء المنتخب القطري وشفت ذات الاخطاء اللي وقعوا فيها امام الاكوادور تتكرر، فقطعت الشاب جنبي اخوي عز الدين وبعض صناع المحتوى وقلت لهم سجلوا عندكم، قطر راح تخسر اليوم. قالوا ليش؟ قلت لهم في عندنا مثل بيقول لو بدها تشتي كان غيمت، وهذا يشبه المثل العربي المكتوب باين من عنوانه. وقطر من اول 5 دقائق ظهر انه لا مستقبل للفوز، لا يوجد امل للتفوق على السنغال. اليوم راح نخسر يا شباب استعدوا. لاحظت كذلك يا اخوان فرق كبير بين اللاعب السنغالي واللاعب القطري، واكتشفت السبب سريعا، الاحتراف في اوروبا. كل هذا الفريق السنغالي محترف في اوروبا، منافسه اقوى الخصوم اسبوعيا في اقوى الدوريات الاوروبيه تجعل اللاعب متحفز دائما ومستعد لمحفل كبير كما كاس العالم. الفجوه مش كثير كبيره كمستوى بين الدوريات الاوروبيه وكاس العالم، في حين الفجوه مرعبه بين الدوري القطري وكاس العالم. فهمتوا علي صح؟ مع انه هؤلاء اللاعبين وهم صغار احترفوا في اوروبا بس التجربه مش كافيه. ولذلك بعد كل هذا الكلام المحزن والجارح للنفس يا محمد، طيب شو الحل؟ برايي لازم اللاعب القطري يتم تصديره للخارج. في 5 أو 6 لاعبين في منتخب قطر مكانهم الدوريات الاوروبيه ال10 الكبيره. ثم فيليكس سانشيز لازم يقدم خطه معالجه للمنتخب ويقدمها للاتحاد القطري ويتم دراستها بالتفصيل. ماذا سيفعل لتجهيز المنتخب لكاس الخليج وكاس اسيا العام القادم؟ خطه واضحه، وبده يكون مرن ويتخلى عن افكاره التي لا تمس بالنسبه له. هو من نوع المدربين العنيدين جدا بالمناسبه. ثم لابد من احلال وتجديد في المنتخب. هذا الجيل خلاص تم تحليله رسميا، 4 سنوات هم تقريبا استنزفوا تماما، ثم تذوقوا طعم
طعم ولذة الانتصارات فالنفس شبعت إلى حد ما. بدك ناس عطشان الفوز. لازم يتم منح فرصة تمثيل الوطن والمنتخب للجميع. من يعطي مع ناديه سيجد فرصته في المنتخب بغض النظر عن أي نادي. وحطوا تحتيها خطين هاي: أي لاعب من أي نادي. كنت بدي أحكي عن باقي المواجهات بس الحدث اللي صار جلل وكبير ويستحق حلقة لوحده، وهذا أصلا نزولا عند رغبتكم اللي بتوصلني في حساباتي الشخصية. برجع بقول لكم في حساباتي الخاصة بتشوف المونديال بصورة مغايرة. احكوا لي في خانة التعليقات شو رأيكم بخروج قطر من الدور الأول، شو توقعاتكم لباقي منتخباتنا العربية. بحب أتفاعل مع تعليقاتكم وأقرأها. لايك للحلقة بدنا 500,000 لايك وخلص هانت ما ضل شيء على 6 مليون مشترك. اعدل التليفون واشترك معنا ترى والله متعة مجانية. أراكم على خير أصدقائي، سلام عليكم. اللي ما شاف حلقة كريستيانو رونالدو يحقق رقم قياسي وهذا هو أجمل هدف في كأس العالم وخفايا وأسرار الفوز السعودي على الأرجنتين، يشوف الحلقة من هون.